عسلامة عسلامة ومرحبا بكم معنا في فيديو اليوم مع بعضنا باش نعملوا القديد التونسي بكل تفاصيله وسر النجاح متاعو وخطوة خطوة، ويجيكم أبن وأحسن قديد ويصبر معاكم بالكدا بالكدا. اللي حاجته بالبنة يقعدوا معايا للآخر، ما تنسيوش تشتركوا في القناة ويلا نبداو. اول حاجه نبداو بها اللحم متاعنا لهنا. اللحم يكون بقري والا علوش ما يقلقش، المتوفر عندكم. ولهنا اللحم يكون هبرة والا فيه شويه تشحم، والا يكون فيه شويه متعليه، والا فيه العظم مخلط، زادا كيف كيف ما يقلقش. المتوفر عندكم الموجود عندكم هذاك هو اللي باش نحضروه. توا فيما يخصني خذيت كميه هكا كبيره شويه من اللحم على خاطرش نعمل بها عولة كاملة متاع اشتاء كامل. حضرتها في تونس وباش نهزها معايا، وديجا الفيديو راهو مقسوم شوية في تونس وشوية لهنية في تركيا. حضرنا اللحم متاعنا. توا حاجتنا فحات، الفحات ما فماش برشا فحات. حاجتنا فلفل أكحل، حاجتنا فلفل أحمر وإلا بابريكا. كان تحبوا الحار تحطوه حار، ما تحبوش الحار ما تحطوش حار. ولهنا كمية كبيرة ياسر من الملح، بالحق كمية معتبرة من الملح. لهنا الزيت حطيت شوية زيت زيتونة، وبعد راني زدت معاه زيت نباتي، وانتوما كيما تحبوا. توا لهنا نحطوا الفحات متاعنا، نبداو بالبركة بالبركة باش نحطوهم. توا فيما يخص الفحات لهنا، الفحات اللي نعطيلكم فيهم ثم متاع الوالدة، عطيتكم الطريقة متاعها، وهذه الطريقة اللي تعتمدها عندها سنين، وطريقة ناجحة بالكدا بالكدا. انتوما ما نعرفش نفس الطريقة وإلا لا تنجموا تحطوا لي اللوطة في خانة التعليقات. لهنا بعد ما حطينا الفحات متاعنا وحطينا الزيت، وكيما ريتو خلط زيت زيتونة ونباتي، ناخذوا ايديات هكا صغار كلهم بركة ويبداو يخلطونا في الفحات متاعنا الكليكة. لهنا راني حاطة بابريكا ماهوش حار، معناتها ما تخافوش هكا على الحرورية. بعد ما خلطنا الكمية اللي عنا الكليكة لهنية، خليت اللحم متاعي يرتاح تقريبا ساعة من زمان في الفريجيدير قبل ما نبدأ المرحلة اللي بعدها. ولهنا تحبوا تعملوا ديريكت ولا تخليوه يرتاح كيما تحبوا. لهنا خليت يرتاح باش أكثر يشرب أكل الفحات متاعه ويتشبع بيهم بالكدا بالكدا. لهنا خذيت هذاك الكومبريس، ربطهم مع بعضهم باش عملوا لي خيط. لو كان عندكم خيط جديد تنجموا تستعملوه. ولهنا نجيو في البركون في بلاصة مشمسة ونحطوا القديدات متاعنا ننشروهم الكمية الكليكة. ثم اللي يحبوا يعملوهم في الاير فراير، ثم اللي يحطوهم في الفور على حرارة خفيفة على الاخر، تنجموا تعملوهم. ولا الطريقة متاعنا العربي القديمة هي هذه، ننشروهم في بلاصة مشمسة نخليو ديما مسافة راهو بيناتهم هكا شوية باش ما يصيرش تعفن ولا حاجة. لهنا كيما تشوفوا حطيت كردونة من اللوطة على خاطر قاعد داك الفحات يقطر، ما حبيتش نمسخوا الدنيا، حطيت هكا حاجة. ولهنا كل واحد كيفاش يحب يعمل، حبيت نوريكم التفاصيل اللي عملتهم الكل. لهنا بعد ما يشيح القديد متاعنا كيفاش نعرفوه شيح؟ اول حاجة اللون متاعو يتبدل ويولي هكا لامن في بعضه، واللون والملمس متاعو هكا يولي يابس، وقتها تعرفوه اللي هو شاح القديد. ولهنا نحطوا القديدات متاعنا ما شاء الله عليهم. كمية جاتني هكا باهية الحمد لله رب العالمين. حطيتهم في المعجنة متاعي، شوفوا ما شاء الله محليهم محلى زينهم. توا لهنا باش ناخذوا القديد متاعنا ونصبوا عليه الماء كمية كبيرة من الماء باش نمصمصوا القديد. راهو فما اللي غطي القديد وفما اللي ما غطيش، كل واحد كيفاش يحب. فيما يخصني راني ما نغطيش القديد، ولهنا نغسلوه بالكدا بالكدا. وتو باش نخليكم مع امي الفيديو الاصلي. نفخو تحب لنا نصيف حتي صيف ساعة باش الملح نتاعو هذاك يتنحى. بعد نشدو نقصوه كيما هكا تريفات تريفات باش نقليوهم في الزيت، معناتها نسليوهم بالكلام بالمعنى متاعنا. ومن بعد نخليوه يبرد، ومن بعد نحطوه في حاجة بالخبيو نستعملوه في الشتاء للمحمص بالقديد، لراس العام كسكسي بالقديد،
نستعملوه شكشوكة بالعظم والفلفل في الشتاء. هذوما باش نسخنوا مسيرناتنا في الشتاء بالقديد هذايا، في المحمص، في البرغل، في الكسكسي، في كل شيء. وين تحب تحطوا حسيب نسقطروه من الماء نتاعو حتى يتسقطر بالقدام، ومن بعد نحطوه في الكسرونه نسليوه. لهنايا باش نسليو اكل الحمات اللي احنا فوحناهم بالملح والماء والزيت والفلفل الاكحل والفلفل الاحمر. توا نشعلوا الغاز، نحطوا زيت زيتونه ولا زيت نباتي ولا اي حاجه؟ زيت نباتي، زيت نباتي. خلاكش بزيت النباتي يتقلى، زيت الزيتون ما يتقلاش به. بسم الله، نبداو بسم الله. نحطوا هيك تلفاتك اللحم اللي احنا مصمصناهم وخليناهم يستقطروا، نحطوهم على الغاز يتسليو سله سله سله. وهكا هاك تراعي نحط في اللحم الريحه تضرب فيا في مخي. ما شاء الله ما شاء الله، بالحق ريحتهم فيه وخا. هكا هو. نقعدوا نخلطوا فيهم ولا خليهم نحطوهم اي نخليهم على نار هاديه بشوي بشوي حتى لين يطيبوا، ونقعدوا بحذاهم. ونقعدوا بحذاهم. باهي هكا نخليهم يرتاحوا شويه، نغسلوا ونغطيوهم. ولهنايا بعد ما حضروا التريفات اللحم متاعنا، وما شاء الله بالحق ريحة تعمل الكيف، وهكا اتسلاو في راحتهم وخذيو حقهم هكا في الطيب. ونسمع في الفيديو معاكم وهكا قلبي تنغوش. اول مره امي تعمل معايا فيديو، حاسيلو حاجه محلاها. لهنا كملت الفيديو، راهي صورتها في تركيا. القديدات هذوك حطيتهم راهو خبيتهم في دبوسة باللار، قسمتهم على زوز، اشتر في الباجاج تهلك لي والدبوسة اتكسرت ودفع الله ما كان أعظم، واشتر اللي وصل لي هذا هو أني صورته لكم. لهنا كي نجيو تخزنوه القديد، راهو الزيت اللي طيبتوا فيه معناتها اللي سليتوا فيه اللي قليتوا فيه الحمات متاعكم، تستحفظوا به الزيت هذاك وتغطيوا به كمية اللحم الكليكا، وتكملوا معاهم شوية زيت زيتونة وإلا زيت نباتي، وتغمروهم كلهم معناتها بالزيت، ما تخليوش من غير زيت. وبالطريقة هذيك يصبر معاكم في كل مرة، يصبر معايا عام كامل. لو الحق متاع ربي قداش من مرة ما نكملش به العام، تالمو بنين ويوفى فيسع فيسع. وكهو. وهذا هو القديد متاعنا كيفاش حضرناه، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، يكون خفيف هكا. وكهو في وصفة أخرى ودبرة أخرى، وانتم تكونوا ديما بألف صحة وخير وعافية. وباي باي. وسامحوني شوية على صوتي، راني مازلت مستبردة وكهو. هاي ان شاء الله ديما تكونوا في ألف صحة وخير وعافية. باي باي.